أول تعليق من الرشيد عقب فوز النصر على الفيحاء. الرقي يعلق على عدد الجماهير الحاضرة لمباراة النصر والفيحاء. الحارثي يعلق على مستوى مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا. الحناكي يعلق على مشاركة سلطان الغنام مع النصر أمام الفيحاء. السلام عليكم. إذا كنت من مشجعي ومحبي نادي النصر وللمرة الأولى تشاهد قناة كارت أخضر، فضلا ليس أمرا اشترك في القناة ليصلك كل جديد. إليكم التفاصيل. علق الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي عقب فوز النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. وكتب الرشيدي عبر حسابه على منصة إكس قائلا: مبروك لعشاق العالمي الفوز. علق الإعلامي الرياضي عيسى الرقي على عدد الجماهير الحاضرة لمباراة النصر والفيحاء. وكتب الرقي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: معهم رونالدو، ومن فترة طويلة لم يلعب ناديهم في بطولة رسمية، والمباراة في الرياض المدينة التي يتواجد فيها مقر النادي، وفي بطولة دوري أبطال آسيا التي يحلم النصر بتحقيقها لأول مرة في تاريخه. هذا كله شوفوا عدد الجمهور الحاضر. علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنية عقب فوز النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. وكتب جستنية عبر حسابه على منصة إكس قائلا: ألف مبروك لفارس نجد، وحظا أوفر الفيحاء. علق الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي على مستوى فريقي النصر والفيحاء في مباراة دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. وكتب الحارثي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: مباراة ضعيفة فنيا من الفريقين وتقلل من جودة البطولة القارية، وإن كان اللوم كل اللوم على النصر الذي يملك نجوم لا يمكن مقارنتهم بما يملكه الفيحاء. علق الإعلامي الرياضي صالح الحناكي على مشاركة لاعبي نادي النصر سلطان الغنام أمام الفيحاء في المباراة التي تجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا. وكتب الحناكي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس قائلا: شكرا لاتحاد الكرة ولجنة الاحتراف على عدم إيقاف سلطان الغنام لأن النصر بحاجته، أما الإيقاف العقيدي فالفريق قادر على تحمله بوجود الحارس أوسبينا وراغد النجار المعادل لمستوى العقيد، فضلا عن الأخطبوط وليد عبد الله.